أما هذه ما شاء الله تبارك الله، أنا هذه صورتها صورة ونزلتها. طلبوا مني شنو هذه شنو اسمها. هذه هي صنف من أصناف يتبع الكريزانثموم، لكن هذه الأراولة طبعا لهم أسامي، كل واحد له اسم، بس إنها تتبع الكريزانثموم. شوفوا تبارك الله كثافة الإزهار. وهذا المدور الصغار هذه كلها زهور. هذا وقتها فيه منها تقريبا إذا ما خاب ظني في منها 6 أو 7 ألوان مشكلة. هذا اللون الوردي، هذا اللون شوي مايل على الأحمر. عموما هذه طريقة تكاثرها جدا سهلة. إذا واحد عنده محمية يخليها عنده للسنة الجاية يكاثر منها ويترزق الله أموره زينة. عندنا مثلا هالغصن هذا مثلا هذا طوله بحدود 15 إلى 30 سنتي. نقصه ونطلع منه عقل يعني على هذا ونخليها. راح تطلع أمهات اللي يبي يبيع، يعني يعطيكم الفكرة. راح تطلع أمهات، يكاثر من الأمهات اللي عنده، بشرط أن تكون عنده محمية ومجهز أموره جميع الألوان. وإذا صار شهر 10 السنة الجاية إن شاء الله يقدر ينزلهم ويبيعهم. مثل ما قلت منها عدة ألوان. الأراولة حلوة ما شاء الله.